اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. يا ترى كلنا فاهمين المثل الشعبي المصري ده صح؟ لو عاوز تعرف الحكايه تابع الحلقه دي معايا. تبدا الحكايه سنه 1517، وده لما السلطان سليم الاول سلطان الدوله العثمانيه اللي هي تركيا دلوقتي انتصر على المماليك بقياده السلطان طومان باي. ده كان في موقعة الريدانيه اللي هي العباسيه دلوقتي. المرحلة دي بدأت حكاية جديدة في حكم مصر. مصر اللي كانت دولة كبيرة، دولة المماليك، أصبحت مجرد ولاية صغيرة تحت الحكم العثماني. العثمانيين بقى لما حكموا مصر جابوا شخص كان يعرف باسم الملتزم. الملتزم ده كان بيدفع مقدما للدولة ضرائب المفروضة على المصريين بأشكالها المختلفة والمتعددة، ويبدأ بقى يتسلى على المصريين ويجمعها أضعاف مضاعفة على مدى السنة، وكل شوية يعمل ضريبة جديدة وضريبة مختلفة عشان يلم أكبر عدد من الفلوس. العقل الجمعي عند المصريين بدأ يتخنق، بدأ يشعروا بالظلم والفساد الكبير الموجود في الدولة العثمانية. يا ترى هيقدروا يدفعوا كل الضرائب دي منين؟ عندهم أكل وشرب ورعاية. المصريين بقى بدأوا يتعبوا جدا من كثرة الضرائب عند المصريين، كل يوم ضريبة جديدة وبشكل مختلف زي ما قلت لكم. عشان كده طلع المثل اللي بيقول اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، أو اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. كلنا فاكرين إن الجامع هنا المسجد، وكأننا اللي يحتاجوا البيت من أكل وشرب واحتياجات خاصة للأسرة يحرم إن احنا ما نتبرعش في مسجد الله أو بيت الله. لكن الموضوع زي ما قلت لكم مختلف وبيرجع لعهد الدولة العثمانية. عشان كده المصريين قالوا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. الجامع مين؟ هو الجامع الأموال اللي هو اللي اسمه الملتزم. يا رب حكاية النهاردة تكون عجبتكم. لو عاوزين تعرفوا حكايات جديدة تابعوني حكايات مع إبراهيم العسيلي.